بدأت مشواري العملي من 25 سنة هون بالإمارات. اللي بينجح بريادة الأعمال مش الأذكى ولا اللي عنده المعلومات أكتر ولا عنده الفلوس أكتر، هو الشخص اللي عنده العقلية الصح، يكون عنده نفس طويل. لو أنا ست معيش فلوس أقدر أبدأ مشروع 100%، واليوم أكتر من أي وقت تاني. هيدي طريقة تفكير، وأغلب السيدات ما عندهم إياها. ليش؟ لأنه إحنا عنا مشكلة المثالية. في ستات قابلتيها حسيتي شخصيتك ما تنفعش تبقى ريادة أعمال؟ ايه، هو على طول بعرف بيختصر لك وقت، بيختصر لك أخطاء، بيختصر لك فلوس، بس الشغف لحاله ما بيعمل مشروع ناجح. صرفوا كل فلوس اللي معاهم لأنه كان مبلغ صغير جدا في شنطة واحدة، وما شاء الله دلوقتي they're an international brand. تعرفي كمية السيدات اللي بيمر علي بالبروجرام بالبرنامج اللي ما بيحبوا يطلبوا المساعدة من حدا؟ هي مسألة أرقام. كل ما بتدق بواب أكتر، كل ما كمية الأجوبة اللي ممكن تجيكي حتكون أعلى. السعي ما اعرفش اقول لحد بص انا بعمل حاجه حلوه وشاطره مش عارف ايش، عايز تيجي تساعدني في كذا، مش عايز تستثمر كذا، مش عايز. انا بعمل حاجه بحس ان انا كاني بعمل دعايه لنفسي او بتكلم حلو عن نفسي. وين المشكله انك تتكلمي حلو عن نفسك؟ فين المشكله؟ امتى الواحده تقول لا أنا جاهزة أسيب الوظيفة وأعمل حاجة بتاعتي؟ بس إحنا بنوقف بطريقنا قبل ما التحديات بتجي على الطريق، وأنا حقلك حل هاي شو. في الحلقات دي من فيميل فورمولا بنستضيف ستات ناجحين هيكلمونا عن خبراتهم في مجالات مختلفة. هم مختلفين، بس تجمعهم حاجة مهمة، إنهم لقوا هنا في الإمارات بيئة بتشجع على الإبداع وبتدعم الناجحين. احنا في فيميل فورمولا بنحاول نجيب لكم حلول للمشاكل اللي بتقابلكم، وعارفين ان لما الستات تيجي تعمل مشاريع بيقابلها مشاكل كتير قوي، من اول طريقه تفكيرها وايمانها بنفسها وبالفكره اللي عندها، وان هي تاخد الخطوه دي وتشتغل على المايند سيت لكل مشاكل بتقابلها في اداره المشروع. واتكلمنا كتير قبل كده عن الفكره المايند سيت، ابدا ازاي وايه اللي يقويني وازاي افكر بطريقه ايجابيه علشان اعرف اخد خطوه. بس كمان حتى بعد ما بتاخد الخطوه بيقابلها مشاكل كتير قوي في اداره المشروع نفسه. ومفيش حد أحسن من غزلان نتكلم معاه النهاردة على كل مشاريع بتاعة الستات. هاي غزلان. أهلا بيكي، مبسوطة أني معك اليوم. أنا كمان جدا. لو طلبت منك تعرفي نفسك تقولي إيه؟ أنا سيدة عربية رائدة أعمال من تقريبا 10 سنوات. بدأت مشواري العملي من 25 سنة هون بالإمارات، و شغفي وكمان شغلي وصلني إنه دايماً محور عملي يكون مع السيدات. فتعلمت كتير عنا إحنا كسيدات، تعلمت طريقة تفكيرنا، تحدياتنا، واشتغلت مع عدد كتير كبير من السيدات، وهيدا واحد من خلينا نقول الباشنز أو شغف كتير عندي. حالياً فتحت عدد من المشاريع، وحالياً مركزة على منصة أفورس اللي هي منصة بتقدم برامج وإرشادات أو جلسات إرشاد ومحتوى لكل السيدات العربيات اللي عندهم فكرة أو عندهم حلم إنه يكون عندهم مشروع وحابين يطلقوه. Which is great, on point. أهم حاجة عايزين نتكلم فيها النهاردة، إيه اللي بيعطل الستات لما تيجي تعمل مشروع؟ إيه أكتر مشكلة بتقابليها مع الستات؟ لو عندك فكرة مشروع مش عارفة تبدأي منين، أو لو عندك مشروع صغير وعايزة تكبريه، F-Force عاملة أونلاين ماستر كلاس. في الماستر كلاس ده هتعرفوا مبادئ البيزنس، إيه الحاجات الأساسية اللي لازم تتوفر في أي مشروع عشان خاطر ينجح. هتلاقوا اللينك بتاع الماستر كلاس في الكومنتس. ما أحكي عن العقلية، ما فيني ما أحكي عن طريقة التفكير عليها، لأنه أي شخص اللي هو رائد أعمال أو جرب دخل بتجربة ريادة الأعمال بيعرف أنه اللي بينجح بريادة الأعمال مش الأذكى ولا اللي عنده المعلومات أكتر ولا عنده الفلوس أكتر، هو الشخص اللي عنده العقلية الصح، هو الشخص اللي قادر أنه يكون عنده نفس طويل، اللي يكون في عنده القدرة على الصمود والمتابعة، وقد ما واجه تحديات يقدر يرجع يقوم ويتعلم وخلص يمرن حاله على هيدي الطريقة من الحياة. لأنه ريادة الأعمال يمكن لما الشخص ما يكون فيها بيفكر إنه أنا لازم حل كم مشكلة وبعدين الحياة بتصير أوكي، بس لا، ريادة الأعمال هي عبارة عن حل مشاكل
on a regular basis دايماً مهما نجحتي مهما كبرتي كل الوقت. ما أنت لما بتنجحي بتكبر معك التحديات، مش بطريقة سلبية، ولكن هاي هو الواقع. أنت في عندك هالشي اللي خلقتيه وعم بتجربي تكبريه وتطوريه. اعتبري مثل كأنه عندك ولاد صغار، بكل مرحلة من مراحل عمرهم في عندهم تحديات معينة، في أشياء أنت كأم عم تتعلميها لحتى تعرفي تربيهم وتكبريهم. فأنت عم تتعلمي بنفس الوقت اللي هالبزنس عم يكبر فيه. فمن أهم الأشياء إنه هاي طريقة التفكير وعقليتك تكون عقلية حدا بده يتعلم كل الوقت، بحل مشاكل. هيدا هو منظوره لأي شيء، إنه أنا كيف ممكن حل هيدي المشكلة. لازم يكون في كمية إيجابية كتير كبيرة لحتى تقنعي حالك إنه الطريق اللي أنت فيه مع هالتحديات طريق صح. وأظن كمان لازم يكون في مرونة كتير كرائدة أعمال. ما فيك تكوني رائدة أعمال وإنت كتير متشبطة بالأشياء اللي بتآمني فيها أو الأشياء اللي بتعتقدي إنه هي صح، أو طريقة أسلوبك حتى بإنك تديري البزنس. لازم يكون في مرونة، لازم دايما تتعلمي، لازم تعرفي كيف تمشي مع كل الأحوال اللي رح تواجهيها بعملك. لو قلنا في صفات معينة غير المرونة، انتي قلتي المرونة، صفات معينة محتاجة تبقى في رائدة الأعمال، نقول توب 3. توب 3 حتكون resilience اللي هي بالعربي exactly قوة الصمود، يعني المتابعة دايما. resilience لازم يكون problem solving، لازم تعرفي تحلي المشاكل. وأظن ثالث شيء flexibility، المرونة. في ستات قابلتيها حسيتي شخصيتك ما تنفعش تبقى رائدة أعمال؟ هو على طول بعرف. منين؟ على طول. حاعطيكي مثل كتير بسيط. هلا أنا في بإف فورس في عندي برنامج لإطلاق المشاريع اسمه ريادة، 2 شهر. فمر علي أكثر من 500 سيدة اشتركوا بالبرنامج من أول ما بلشناه من 4 سنين. لما بنكون بالجلسة، خلينا نقول الجلسة المباشرة، وحدا يسألك سؤال انت بتعرفي انه هيدا السؤال انت ممكن تروحي على جوجل وتلاقي جوابه، انت اوريدي عم تفرجيني انك انت ما عندك طريقة تفكير رائدة الأعمال. يعني إذا في، يعني هي الفكرة كلها انه أنا شو ما استوقفني حلاقي له طريقة لحله. بالإنجليزي في كلمة اسمها resourcefulness. هاي من أحلى الأشياء أنا بحبها بالأشخاص، سواء كان رواد أعمال أو حتى مثلا بفريق العمل، اللي هو الشخص اللي من ولا شيء بيقدر يلاقي حلول، بيقدر يكبر المشروع، بيقدر يعمل من ولا شيء. بيقدر الريسورسز اللي هي الموارد، بيعرف يلاقي موارد. exactly. يعرف يلاقي موارد، يعرف يحل المواضيع. عرفتي؟ بس لما شخص بتحسيه انه وقف من اول تحدي، طب جربتي تعملي A B C؟ لا، هاي اوريدي عليها علامة استفهام. فأنت ممكن تمرني حالك على هيدا الشيء، ولكن في ناس شاطرين، نحن بنقول شاطرين، يعني شو ما قلتي لها بتقدر تخلص حالها، بتقدر تلاقي المعلومة، خاصة بالعصر اللي نحن فيه هلأ. ما فيش أزمة معلومات أبداً. فدي عندها أزمة كسل. أزمة exactly هي complacency، كسل. مزبوط. طيب لو احنا بنقول في ست عرفت هي عايزة تعمل ايه، اشتغلت على المايند سيت بتاعها وعندها الفكرة وتنفذت او في نطاق التنفيذ، خلاص في حيز التنفيذ بيقولوا، في مشاكل تانية في إدارة المشاريع، أنا مش ممكن كرائدة أعمال هيبقى عندي كل السكيلز، كل المهارات، مش معقول هبقى بفهم في الجزء التقني كله والمالي والتسويقي والمبيعات والإدارة والتعيين كل أي مشروع في كل الجوانب دي. في حاجات معينة لازم أعرفها، ولا في حاجات معينة أقول أنا هركز فيها وهعين ناس تانيين؟ إيه أكتر حاجة أهم فالمهم؟ يعني أتعلم إيه وبعده إيه وبعده إيه بالترتيب؟ شفتي الطريقة اللي وصفتي فيها السكيلز اللي انت بحاجة لإلهم لحتى تفتحي مشروع، خلينا نقول، وكيف عددتيهم؟ واحدة من المشاكل أو خلينا نقول العقبات اللي بتواجه أي سيدة إنه تفتح مشروع هو هاي الطريقة من التفكير، إنه أنا لازم أعمل هاي وأعمل هاي وأعمل هاي. يعني فبيصير في عندك
overwhelm. يعني بتصيري بتحسي في جبل فوق منك من الأشياء اللي لازم تسويها، وانت مش عارفة من وين بدك تبدي، ومش عارفة شو هم الخبرات والسكيلز والمهارات اللي انت بحاجة لإلهم لحتى تفتحي المشروع. الحل تبع هيدا الشيء، في شيء بالإنجليزي اسمه decision sequencing. يعني انت كيف ممكن تاخدي قرارات بالطريقة الصح واحدة ورا التانية بالتسلسل الصح. يعني أنت اليوم مش ضروري تكوني، إذا حابة تفتحي مشروع مش ضروري تكوني خبيرة بالتسعير. أنت أول شيء كوني خبيرة بأنه شو هو نموذج العميل المثالي بتاعك، كيف شكله، احكي مع ناس، تعرفي على هيدا الشخص. بعد ما تخلصي هيدا الشيء حتعرفي تسعري. المشكلة إنه إحنا بنشوف كله مع بعض وبصير كله بدنا نعمله مع بعض. وأنا حقلك حلها هاي شو حلها، إنه إحنا نحكي مع ناس مروا بالتجربة قبل منا، فتحوا مشاريع قبل منا. مشكلتنا كسيدات، وهيدي وحدة من التحديات، هي إنه كتير بنشتغل بعزلة، كتير غير عن الرجال. نحن لما بنجتمع مع صديقاتنا، لما حتى هيك بنجتمع مع بعض، بنحكي عن أمور اجتماعية، ممكن نحكي كمان عن حتى current affairs، شو عم بيصير بالعالم هلأ. بس لا احكي عن البزنس، في نوع من انه لا انا ما بحكي عن البزنس، ما عم بحكي عن مشروعي حاليا. لما بنبلش احنا نعطي شوي مساحة انه نحكي مع سيدات تانيين عن مشاريعنا، عن التحديات اللي احنا عم بنواجهها، كتير في مجال نتعلم من بعض. يعني أنا جزء من اللي بعمله ببرنامج ريادة هو إنه شو هي خارطة الطريق. أنت مش مضطرة إنك تعرفي إشياء حتجيكي بعد سنة أو سنتين من البزنس، أنت لازم تعرفي هلأ كيف حتطلقي. هاي وحدة من خلينا نقول التحديات. وحدة تانية من لما بدك تبدي المشروع، هو بنفكر بأشياء مهمة ولكن ما بتنجح المشروع لوحدها. يعني أنا عندي فكرة، أوكي، عندي شغف بهالفكرة، بحب هيدا المجال، excellent، كتير حلو، بس الشغف لحاله ما بيعمل مشروع ناجح. لازم الشغف يكون معه، هل الفكرة فكرة صح؟ هل هالاندستري أو المجال هيدا فيه نمو؟ هل في هامش ربحي أو نموذج عمل صح؟ في أشياء لازم نفكر فيها ولو شوي بالأول لحتى نتأكد إنه هالشغف وهالأشياء اللي إحنا بنحبها كمان في يعني compatibility بينها وبين الأشياء اللي الكوميرشال التجارية اللي بتخلي المشروع ينجح. يعني في أشياء بهالمجال لازم نفكر فيها. عجبني إنك قلتي مش لازم أعرف كمان سنة كمان سنتين، عشان دي فكرة overwhelming فعلا. فكرة محبطة شوية ساعات كمان، إن أنا ببقى عايزة أعرف، لأنه دايما كانوا زمان يقولوا لنا لازم عندك خطة ل5 سنين قدام، خطة ل10 سنين قدام. غالبا وأنا ببدأ ما عنديش خطة. إيه صح. so it's okay إن أنا هبدأ دلوقتي. It's okay. ونهائيا ما شوفي 5 سنين لقدام، أنا حقلك يا إذا عندك فكرة بتلاقي financial analyst بتقعدي معه بيعطيك 1 year وال5 year. أوكي، يعني بين أنت شو عندك ببالك وهو كيف بيحطها بالأرقام بتنعمل. بس أي مستثمر وأي شخص يفتح مشروع لأول مرة بيعرف إنه بعد أول سنة ممكن كتير أمور تتغير، وخطة ال5 سنين ممكن في رؤية أنا وين حاب أخذ هيدا البزنس، بس الطريقة وكيف وحتى الرؤية ممكن تتغير. فنحن هاي مواضيع 2 وال5 سنين ما كتير يعني نخليها تتقل علينا الموضوع بأول الطريق. هاي أول شيء. تاني شيء، لو شو ما تعلمتي، لو أنا عطيتك مش برنامج 2 شهر، عطيتك برنامج سنة، مستحيل انك انت حتكوني جاهزة 100% لكل يعني السنة والسنتين اللي حتبدي فيهم المشروع، لانه في امور رح تطلع. ومثل ما قلت لك قبل يمكن او ما قلناها، بس من واحدة كمان من اهم صفات رائدة الاعمال هي انه تتعلم على طول، انه تكون عندها هالطريقة انه قابلة انه تتعلم كل الوقت، لانه رح يكون دايما في اشياء جديدة.
حتى الحاجات اللي مش بعملها بايدي. دايما بقول كده انه اتعلمي الحاجه في المشروع بتاعك، حتى لو الحاجات اللي انت بتتعلميها دي مش تعمليها بايدك، في حد تاني هيجي يعملها. هذا ضروري كتير، تعلميها. لازم. مش محدش يضحك عليكي، مش بس حتى محدش يضحك عليكي، عشان تبقي عارفه تجوديها ازاي، تحسنيها ازاي. لو الشخص ده مشي تجيبي مين مكانه. 100% صح. اوكي، خلينا ناخد اول خطوه. في مشكله كبيره في التمويل لمشاريع الستات. بياخدوش فاندنج في العالم كله، مش بس في العالم العربي، عشان الست في مصر في الوطن العربي ما تحسش ان هم يعني لا هيدا بالعالم مظلومين. كله. صح. في العالم كله الستات بيجي لها fraction of الانفستمنتس اللي بتيجي، وفي الفينتشر كابيتال. يعني مش عايزين نعقد الامور، بس يعني اقصد الستات تاخدش تمويل بسهوله. صحيح. لو انا ست معيش فلوس اقدر ابدا مشروع؟ اكيد 100%، واليوم اكتر من اي وقت تاني. شكرا. اعمل ايه؟ قولي لي الخطوات اللي امشيها لو انا معيش فلوس في البنك وعندي فكره قويه. تمام. اول شيء هقلك في مصطلح بريادة الأعمال اسمه MVP Minimum Viable Product، أو خلينا ما حنعقد الأمور، بس حلو أنه نستعمل المصطلحات الصح. منتج الحد الأدنى. هيدا بدأ بسيليكون فالي لما كانوا يعملوا ابليكيشنز أو تطبيقات، والفكرة منه كانوا إنه يحطوا جزء صغير من هالتطبيق هيدا ويخلوا ناس تستعمله، ويجيهم ردود أفعال ويرجعوا يحسنوا فيه ويرجعوا يحطوه، وبهيدي الطريقة على فترة يبنوا التطبيق. مش يبنوه كله وبعدين يحطوه برا وبعدين يبلشوا يغيروا فيه. هيدي مش بس طريقة لنبني مشروع، هيدي طريقة تفكير، وأغلب السيدات ما عندهم إياها. ليش؟ لأنه إحنا عنا مشكلة المثالية. فأنا لما بدي أطلق مشروع بدي إياه يكون بيرفكت مثل ما حلمت فيه، بس مستحيل. هاي الطريقة أول شيء حتعبك، حتاخد كتير وقت ومجهود وفلوس منك، وعلى الأغلب الشيء اللي أنت مفكرة فيه براسك ممكن يكون منتج أو خدمة جيد، ولكن لازم تاخدي رأي العميل قبل ما تحطيه. ممكن تتفاجئي كتير، ممكن يغير لك مسارك، ممكن يعطيكي أفكار. فإنه لما الواحد يتبنى فكرة منتج الحد الأدنى أو MVP، معناتها أنه أنا بأول الطريق هبدأ شوي شوي. لو أنا بدي يكون عندي 3 products حخليهم product واحد، حخليهم صفحة إنستغرام مع waiting list، حخليها بدل السيرفيس حخليه ممكن، يعني عرفتي، خلينا ناخد هالفكرة اللي احنا عنا إياها وننقصها لأقل سيرفيس أو منتج أو خدمة ممكن نوفره للعملاء، وخلينا نبلش نبني على أساسها. ونبدأ بصفحة إنستغرام. يعني أنا عم بسط لك الأمور كتير، بس هاي فعلاً هي الطريقة اللي ممكن تبدي فيها مشروع. مش بس لو ما عندك رأس مال، حتى لو عندك رأس مال، هيدي هي الطريقة الصح اللي أنت بتبني فيها أنت والعميل، مش لوحدك. تعرفي فكرتيني في براند بتاعت شنط مصري اسمها أختين. أكيد وهم بعرفها. معروفين. وسمعتهم بيحكوا قصة، نفسي نعمل حلقة ويحكوها للناس بنفسهم. إزاي بدأوا. مش هحرق القصة كلها، بس هم بدأوا قعدوا صرفوا كل الفلوس اللي معاهم، لأنه كان مبلغ صغير جدا، في شنطة واحدة. عقبال ما طلعوا الشنطة اللي كان نفسهم تطلع، فما عندهمش فلوس ينتجوا. فصوروها وحطوها على إنستغرام، وأخدوا عليها orders بديبوزيتس عشان يقدروا يصنعوا. وما شاء الله دلوقتي they're an international brand طبعا. فأقصد ممكن تبدأي صغيرة قوي كده، لو الفكرة قوية هتنجح. عليا خليني أعطيكي مثل مني أنا. أوكي، F-Force حاليا كيف بدأت؟ نحن كنا بكوفيد، وأنا كنت بهداك الوقت سكرت بزنس، ووصلني كتير مسجات من سيدات كانوا متابعيني على السوشيال ميديا وعرفوا إنه وإحنا كمان عنا مشاكل بالبزنس ومشاريعنا حتسكر وكل هالأمور. فقررت إنه أنا أعمل معهم جلسات إرشاد أو أدفايزري، يعني باستشارية ببلاش بفترة الكوفيد، قاعدين على الزوم. حكيت يمكن مع 50 أو 60 سيدة، وبين معي إنه والله في فراغات واضحة بين الكل وفي أنماط. فعملت بروجرام صغير. هيدا هو كان بداية F-Force اللي هلأ عنا B2C، وبنشتغل مع حكومات كمان، وبنشتغل ما شاء الله. بتبدي من شيء كتير بسيط، بس احنا كتير بنحب وده زيرو بادجت.
زيرو بادجت، زيرو بادجت ووقت، انت بدك وقتك. وهلا مع الاي اي كتير في عنا، يعني احنا بعالم تاني، بعالم تاني فعلا نقدر نفتح مشروع باقل وقت واقل ماديات. طيب انا فتحت المشروع وبدأ يدخل لي فلوس. بتيجي برضو ستات هنا تعطل. انا بدأت ادخل فلوس، مش عارفة الفلوس دي اول حاجة مفروض الفلوس لما ابدأ اعمل ربح ارباح كان في الارباح احطها فين؟ ازود المنتجات ولا ازود التسويق عشان اوصل لناس اكتر، ولا عين عشان اسكيل؟ انا بشوف انه دايما، وانا نفسي عطلت فيها، انا كان عندي مشاريع قبل كده عطلت في السكيلينج، اللي هو انا بنجح وبجيب فلوس والمشروع بيكسب فرشور وبيكبر وفي طلب عليه، بس مش عارفه اخد الفلوس دي احطها فين. ايه الخطوات المفروض نتبعها لما يبقى في ارباح؟ عاده بهديك المرحله هو الربح اول الطريق، يعني الربح هو عباره عن مؤشر. لما يبدأ يطلع ربح من المشروع، المفروض إنه الربح يروح للشيء اللي شغال صح بالمشروع. فعشان هيك لحتى مثل ما بيقولوا بالإنجليزي you double down، يعني بترجعي بتستثمري الفلوس بالمكان اللي عم بيجيب لك الفلوس والربح. عرفتي؟ سواء هيدا كان الماركتينج، سواء كان عدد الأشخاص اللي بيبيعوا، سواء كان إنك توظفي شخص لأنه أنت اللي عم بتجيبي الفلوس للبزنس، فأنت بدك تفضي وقتك أكتر. بس هيدا شو بيتطلب إنك أنت تكوني فعلا فاهمة البزنس، وأنت عارفة كيف عم ينجح البزنس. يعني مش انت عم بتبيعي بس مش عارفة شو اللي عم بيجيب هالمبيعات. هل هي الادز؟ هل هي الاورجانيك اللي انت حطيتيه؟ هل هو شخص عندك؟ انا اعطيكي مثل بسيط، ولكن الفكرة هي انه وين هالباكت، هالمكان بالبزنس اللي عم بيطلع لك الربح او اللي عم بيطلع لك النتيجة الإيجابية. خلينا نرجع نحط فيه الاستثمار. يعني أول فترة هيك بتنعمل سكيل، موضوع تاني، بس هاي بأول فترة. يعني لو مثلا الناس، ما هو أنا أول حاجة هبقى مش عارفة أحطها، يعني أعمل، ما أنا مشروع صغير، أزود البرودكت رينج بتاعي، هل دي مفروض تبقى أول خطوة؟ ولا دي خطوة متأخرة؟ يعني أنا بعمل منتج، لا أنا ما بحس إنه أكتر، أعمل كميات أكتر، مش على طول. يعني هو صعب إنك تقولي من هلأ، لأنه كل بزنس عن بزنس بيفرق. بس لو البرودكت شغال وعم بيبيع وعم يعمل لك ربح، ما بعرف إذا the next product هو الأولوية اليوم. ممكن بس أو ممكن إنه الماركتينج هو الأولوية اليوم، أو ممكن إنه تجيبي شخص، ممكن البرودكت ديفلوبمنت هو الأولوية. لو أنا فعلا اللي بعمل كل حاجة، ممكن يبقى إن أنا عين شخص. ده مزبوط. دي حاجة أنا فاكرة إن أنا في مشروع من اللي كنت بعملهم، مش كنت بعمل حاجات بإيدي، وكان باباي بيقعد يقول لي عالية لازم تجيبي حد تمرني. بعمل جولري، بعمل بإيدي أغلب، يعني نص البروسيس بعملها بإيدي، نصها فرش نص. لازم تجيبي حد تمرنيه يعمل الجزء اللي بتعمليه، وإلا هتفضلي تعملي نفس الكميات. لازم تجيبي مظبوط. هاي مشكلة بالسكيلينج. زي ما انت بتقولي احنا مثاليين، انا عايزه اعمل حاجه بالظبط زي انا بس اللي هعرف اعملها. اكيد مش انا بس اللي هعرف اعملها. احنا مثاليين، واحنا كمان ما كتير بنتبع الداتا، ما بنتبع البيانات والمعلومات الصح، ما بنعمل تيستينج. يعني بنتبع حدسنا أكتر وكيف بنحس، مش الداتا. يعني حأعطيكي إكزامبل. ممكن أنت لو عملتي تيستينج على المجوهرات وشفتي الفرق بين الكواليتي اللي أنت بتعمليها والكواليتي بين شخص تاني يعملها، ممكن تلاقي ما في فرق بالمبيعات. عرفتي؟ بس ممكن بشي تاني بالبزنس يكون في فرق بالمبيعات من شغله ممكن ما تتخيليها. شكل الاد مثلا، انه اد انت طالع وجهك فيه، او اد بس حاطه المجوهرات مثلا، هيدا ممكن يعمل فرق كتير كبير بالمبيعات، بس مش الكواليتي هال 20% difference. فانا لنرجع للمكان اللي قلت لك لازم تفهم البزنس. هيك تفهم البزنس، انه شو هن المؤشرات اللي عن جد عم بيعملوا فرق بالبزنس تبعك. عشان هيك كمان مهم انك انت كتير تعملي اشياء
لحالك بالأول، يعني أنت تعمليهم بإيدك بالأول. مهم أنك أنت تعملي الأشياء، يعني حتى لو منك شاطرة بالتسويق بس في ستبس أوليين كتير ممكن تعمليهم بالتسويق، رح تتعلمي منهم كتير. كرائدة أعمال أو رائد أعمال أنا بحس أنه كتير مهم إنه نجرب قد ما فينا نمر على كل نشاطات البزنس تبعنا مثل ما كنت عم بتقولي قبل، لأنه هي الطريقة الوحيدة اللي بتفهم البزنس أنت وعم تبنيه من تحت لفوق، وصعب وبياخد وقت، بس إذا أنت فعلا entrepreneur رح تتعلمي. unless أنت عم تحكي عن شيء مثل تقني كتير it's okay. فمثل reverse engineering يعني عرفتي بتصيري بتتعلمي شو هن الاشياء اللي عن جد بتحرك it moves the needle، بتحرك الإبرة عندك بالبزنس. عايزة أرجع للسكيلينج عشان دي نقطة مهمة. لأن بشوف ستات كتير بتعمل مشاريع صغيرة حلوة وجميلة ومميزة وشاطرين فيها وكل حاجة، بس بتفضل صغيرة. يعني ايه سكيلينج؟ والسكيلينج ده بيحصل ازاي؟ يعني ايه احول مشروع ده من انه حاجة صغيرة او مشروع معمول من البيت او انا بطبخ وببيع او انا بعمل جولري بايدي وببيعها انه اسكيل واكبر؟ يعني ايه؟ ازاي تتحول لشركة؟ لازم يكون في structure. يعني شوفي بأول أصلاً كم سنة لأي بزنس كتير فيه هيك كله ملخبط، وهيدي هي طبيعته، لأنه أنت بأول فترة عم تجربي تعملي. يعني في مثل بيقولوه في مثل بيقولوه عن هيدا الشيء، أنت عم بتطيري الطيارة وتبنيها بنفس الوقت. فهيدا شيء طبيعي إنه يكون المواضيع كلها ملخبطة. مشان هيك كتير مهم إنه نحن نحكي مع بعض أصحاب المشاريع لحتى نفهم إنه هيدا الشيء طبيعي، لأنه كتير في ناس بيفتحوا مشاريع وبيحسوا إنه مثل كأنهم بإعصار، بس هيدي طبيعة ريادة الأعمال. السكيلينج يمكن من أكبر التحديات لما تكون الفكرة صح، لما تكون وصلنا إحنا لمرحلة إنه في product market fit، يعني فعلا السوق هاي حابة البرودكت أو السيرفيس والناس عم يشتروه، وخلص أنت لقيتي دليل وأدلة إنه أنت فعلا بالطريق الصح. تمام. السكيلينج فعلا من واحد من تحدياته هو رأس المال أكيد. هاي شغلة تاني بالسكيلينج وخاصة للسيدات هو إنه لتكبري مشروع ولا تطوري مشروع من إيرادات معينة لإيرادات أكبر بكتير وتكبريه، خلينا نقول 80% 100% من سنة لسنة، بياخد كتير وقت، بياخد كتير مجهود، بياخد كتير طاقة، بياخد intensity تركيز. فلو أنت كسيدة خلينا نقول زوجة عندك أطفال، إذا ما عندك منظومة دعم مزبوط من زوجك من أشخاص بتساعدك كتير صعب. وهيدا الشيء حقيقي، يعني مش إنه فعلا، لأنه it takes a lot، بتاخد كتير مجهود. فهاي شغلة تانية. ثالث شيء أظن إنه لحتى تقدري تعملي سكيلينج بدك يكون في عندك تفرغ شوي من وقتك، فبدنا نبلش نشتغل شوي على السيستمز، الأنظمة بالبزنس. شو هم الاشياء اللي دايما عم نعملهم عم ياخدوا منا وقت، عم ياخدوا منا مجهود، بس إنه repeated tasks ما بدنا نرجع خلص حطيهم بالسيستم. نبلش إنه نفضي وقتنا ووقت الامبلويز أو الفريق العمل اللي عنا لحتى يصير في عنا أصلا مجال ومساحة إنه نفكر كيف بدنا نكبر هيدا البزنس. يعني أنا عم بعطيكي بس كم شغلة اللي لازم نسويها، بس كتير أحيانا ما بيكبر البزنس لأنه مثل ما أنت قلتي رائد الأعمال أو صاحبة المشروع عم تعمل كل شيء لحالها، وما عندها فلوس إنه تجيب ناس لحتى يعملوا لها شيء، وما عندها سيستمز اللي بيفرغوا لها وقتها وبيسرعوا لها يعني الشغل، فبتضل بنفس الدوامة وخلص حل الوحيد إنه أنا لما أجيب رأس المال رح أوظف. بس لا، فينا هلأ خاصة كمان برجع بقلك مع ال AI صار في مجال إنه كتير في إشياء تنعمل لها سيستمز تفضي لنا وقتنا، تقدرنا إنه نركز على كيف نحن بدنا نعمل سكيلينج، أو كيف بدنا نزيد المبيعات، أو كيف بدنا نروح على ماركتس جداد أو نجيب برودكت جديد. يعني إيه الحاجات اللي مفروض نعمل لها سيستمز أو اللي ينفع نعمل لها سيستمز عشان تفضي وقتنا؟ يعني إيه الأمثلة؟
يعني كتير أشياء، من خلينا نقول أمور المالية اللي عندك بالبزنس، خلينا نقول حتى صناعة المحتوى. حاليا صار فيك تعملي لها سيستم، فيك تعمليها عن طريق ال AI. يعني كله على حسب البزنس اللي انت فيه، بس كتير في أشياء بتنعمل. أي نشاط انت بتعملي بطريقة مكررة، حاجة بعملها كل يوم، ايه، ومش بحاجة انك تفكري فيها خلص اوتو بايلوت، يعني فيك تعمليه بالسيستم، فيك تعمليه اوتوميتد. اوكي. طيب عايز اسالك على حاجه، عشان انتي قلتي الستات ودي نقطه مهمه، اللي عندها عيله، عندها زوج، عندها اولاد، دي عندها structure او عندها تحديات مختلفه، بتعامليهم بطريقه مختلفه وانتي بتكوتش them، يعني وانتي بتمرني او وانتي بتعملي consultations. اللي عندها اسره بتحتاج طريقه مختلفه عن اللي متفرغه للبيزنس بتاعها. لا، من اي ناحيه؟ لا، من ناحيه انه شو هن الاشياء او الادوات او البلو برينت، الخريطه اللي انت بحاجه إلها لتطلقي مشروع وتبلشي توسعي فيه. هو نفس الشيء، بس بتركزي كتير على المايند سيت، لانه فعلا هيدا هو الشيء اللي بيخليكي تكملي. وعلى فكره انه انت بحاجة لتغيري طريقتك من كيف تعمل الاشياء. بدنا مثالية مستحيل، ديليجيشن ضروري، انه نحن نطلب المساعدة. عرفتي؟ أول شيء بنصحك إنه يكون في عندك مرشد أو مرشدة. ما فيك تتخيلي عليا قديش مهم فكرة المنتور بحياة أي انتربرنور، سواء كان شخص سابقك ب3 سنين أو 2 أو شخص سابقك ب10 سنوات. لأنه ما في بديل من إنك أنت تتعلمي وتجيكي وأنت تمري بالتجربة نفسها، وإنك تعملي الأغلاط وتتعلمي منهم. ولكن في أشياء ممكن يختصر لك إياها شخص مر بالتجربة قبل منك. عرفتي؟ بيختصر لك وقت، بيختصر لك أخطاء، بيختصر لك فلوس إلى آخره. فهاي شغلة كتير مهمة. سوري، المنتور ده شخص صاحبي، حد من دايرتي بعملها on a friendly basis، ولا تقصدي business coach؟ مش ممكن يكون منتور. أنا بحب فكرة المرشد أكتر، بس منتور شخص يكون يا إما عنده الخبرة اللي أنت يمكن بعد 3 سنين قبلك ب3 سنين أو 4 سنين عنده خبرة مشابهة. ممكن يكون شخص عنده خبرة بعد أكتر بكتير وواصل للأحلام اللي أنت أو الأهداف اللي حابة توصلي لها. ممكن يكون من دائرتك، ممكن يكون من النتورك اللي حواليكي، ممكن يكون شخص أنت تعرفي عليه مرة واحدة، بس الطريقة اللي بتطلبي فيها منه أنه يكون مرشد أو تطلبي منه ممكن تخلي هيدا الشخص فعلا يدعمك. هاي شغلة كتير كتير مهمة. الشيء الثاني هو إنه نجمع حالنا ونكون وسط سيدات عندهم كمان نفس اللايف ستايل، يعني كمان رائدات أعمال. لأنه لما بتشوفي كيف الكل عم يشتغل بتعطيكي شوية عزم بعد أكتر. يعني العزلة بهيدا المشوار مش سهلة، بس ضروري يكون في دعم، ضروري يكون في دعم. لأنه المشكلة مش قديش أنا طويل نفسي، المشكلة إنه كل ما كان طويل نفسي أكتر وأنا عم بشتغل تحت ضغط كتير كبير من بيتي وأهلي وزوجي وشغلي والسكيلينج والتيم، يعني بفترة من الفترات حيصير في معي احتراق، أوكي، أو بيرن أوت. والمشكلة يعني الانتربرنورز إنه إحنا بنكمل ونكمل لتوصلي لمرحلة البيرن أوت الحقيقي. هيدا بياخد كتير وقت ترجعي منه. فما لازم نوصل لها المرحلة. انتوا بتعملوا ده في F-Force، الكوميونتي بتساعد بعضها. ايه، بيعملوا ايه مع بعض الكوميونتي؟ they get together في events، بيتقابلوا في events، ولا بيتكلموا مع بعض على جروب شات، ولا ازاي بيساعدوا بعض؟ شوفي، كل فترة بيكون في عنا جروب من السيدات اللي بيعملوا البروجرام اللي هو 8 أسابيع. فكل أسبوع هو في مواد مسجلة بيتفرجوها، وفي كل أسبوع بنعمل جلسة مباشرة كلنا مع بعض ونتعمق موضوع معين، توبيك معين. فهن كلهم مع بعض، وكمان مع بعض بمجموعة، يعني بيضلون يتشاوروا وبيصيروا يتبادلوا المعلومات، الخبرات. إذا عالقة بمكان معين عندك سؤال بتسألي المجتمع اللي انت فيه، فبيعمل فرق كتير كبير. من القصص اللي طلعت من F-Force
ايه القصص اللي معلقة معاكي قوي انه حد اخد البروجرام وعمل بروجكت، وكان ايه البروجكت ونجح ازاي؟ كتير في عندي قصص. كنت عم بحكي قصة مش من زمان. اوكي، بقدر اقول لانه ما بيعرفوا مين الشخص، بس خليني اقول لك. كنت قاعده مع وحده عم بعمل لها منتورشيب سيشن، اوكي، 1 on 1 يعني لوحدها، وكنت عم بحكي معه. كنا هون بدبي، وبعد ما خلصنا الجلسة كانت من يومين لما كان في الأعاصير وكل هدول القصص، وقلت لها بيتك أوكي ما نازل مي فيه وهيك؟ قالت لي إيه بيتي كتير منيح الحمد لله، لأنه أنا عم بشتغل مع شركة مينتننس رائعة، إجوا سووا لي كل شيء، رتبوا لي كل شيء، ما عندي مشاكل. مع مين؟ قالت لي اسم الشركة. اسم الشركة لوحدة من البنات اللي كانوا معي بأف فورس، عملت معي البروجرام تقريبا من 3 سنين. بس أنا حقلك قصة أنا بالنسبة لي بتلامسني بعد أكتر. موضوع إطلاق المشاريع، نحن الحمد لله 73% من السيدات اللي بيعملوا البروجرام بيطلقوا مشاريعهم بين 6 شهور و18 شهر. بس أنا حقلك شيء أكتر قصة أثرت فيه، هي كنت بإيفنت لايف إيفنت، وكان عندنا تقريبا 70 سيدة، وخلصنا التوبيك، ووحدة منهم قامت وبلشت تحكي مع الأشخاص اللي هونيك وتقول لهم أنه أنا أخذت واحد من البرامج، أوكي، وهيدا البرنامج هو كان السبب أنه أنا طلعت من علاقة كانت abusive، تتعنف من جوزها جسديا، وكانت بنت عمرها 4 أشهر. خلصت البروجرام، بدأت شوي بالستبس أوكي لمشروعها، وأخذت شنطة فيها حليب بنتها وطلعت من بيتها، واليوم في عندها thriving business، عندها مشروع ناجح، ما رجعت للعلاقة، هي وبنتها عملت family business. فأنا بالنسبة لي، وهي البنت قامت وحكيت بين الكل، أنا بالنسبة لي هيدا هو التغيير. لأنه ريادة الأعمال، ما بعرف إذا شفتي عن جديد بالسوشيال ميديا في ميم بتقول أنا جيت بدي أبني مشروع، طلع المشروع هو اللي عم يبنيني، زي تربية الأطفال وانتي بتربي ولادك بيربوكي. exactly. ريادة الأعمال مش بس بتخليكي تفتحي مشروع ناجح، ريادة الأعمال بتغيرك كإنسانة، بتحسي عن جد في قوة جواتك أنت بتقدري توصلي لها، بتقدري تلمسيها، بتخليكي تقدري تعملي أي شيء بيخطر على بالك، من إنك يمكن تساعدك بتربية أولادك، بإنك تعملي مشروع ناجح، بإنك تطلعي من علاقة فيها تعنيف، بإنك ترجعي تدرسي، بإنك ترجعي تحلمي من أول وجديد. فبعتقد إنه التأثير على طريقة تفكيرنا وعلى عقليتنا وعلى كيف بنشوف حالنا أكبر بكتير من أي مشروع ممكن تسويه بريادة الأعمال. بحسك بتركزي على السيلف ديفلوبمنت أكتر حاجة، التنمية الذاتية في البروجرام، صح؟ المشكلة إنه العقلية بتقعد هون، أوكي، والمهارة أو الشيء اللي بدك توصلي له هون، وبتكوني عم بتجربي إنك توصلي لهيدا الشيء وإنت مفكرة إنه أنا اللي ناقصني معلومات، أنا اللي ناقصني خبرة، أنا اللي ناقصني يمكن أشخاص أو connections أو علاقات، بس أنت اللي ناقصك هو هل تعملي unlock لطريقة التفكير. على سيرة اللي كنا عم نحكي فيه الشغل بعزلة، بتعرفي كمية السيدات اللي بيمر علي بالبروجرام بالبرنامج اللي ما بيحبوا يطلبوا المساعدة من حدا، وبتعرفي كمية التغيير اللي ممكن تصير بالبزنس إذا بتطلبي المساعدة من حدا. أنا هاي تعلمتها بأول مشواري بريادة الأعمال، وتعلمتها بأمريكا. كان عندي كتير مستثمرين، فكنت سافر كتير على أمريكا، وتعلمت إنه بكل ميتينج بتسويه بأمريكا آخر الميتينج عندهم سؤال كلهم كأنهم حافظينه من المدرسة: How can I help you؟ ومش مجاملة، يعني أنا بساعدك بشيء أنت حتساعديني شيء. فلما حدا يقلك how can I help you بتقولي له كيف ممكن ساعدك، بتقولي له إذا بتعرف مستثمرين تانيين لو بتقدر تعمل لي introduction، أنا عم فتش على فريق عمل بهالمهارات أنا، وبيطلب، والشخص التاني ممكن بيلبي. ما عنا هيدا النظام السؤال. وإذا سألنا مرة، طلبنا مساعدة مرة وحدا ما لبينا، خلص بنوقف.
بالانتربرينورشيب كتير في اشياء بريادة الأعمال هي بيسموها numbers game. هي مسألة أرقام. كل ما بتدق بويب أكتر كل ما كمية الأجوبة اللي ممكن تجيكي حتكون أعلى. بدك السعي. وسألتيني السؤال بأول محادثتنا ونسيت قلك شيء. كنت عم تسأليني عن يمكن الأشياء اللي بتوقف بوجه رائدات الأعمال اللي بشوفها كتير. ما بنحب نبيع. عندنا شيء مع البيع، والبيع مش بس قصدي مش لوحدك انت، حتى أنا يعني ما كان شيء بحبه. بس البيع مش بس إنه أنا بيع منتج أو سيرفيس، إنه بيع مشروعي، إنه أقعد بين الناس وأحكي عن مشروعي، إنه أحكي عن مهاراتي أنا، ببيع نفسي. معنا في نوع من الخجل والحياة والتواضع بفوت بالموضوع وبيحسسنا كأنه إحنا عم نساوي شيء غلط. بس عارفة دي انت جيتيلي على الجرح. دي كانت مشكلة عندي في كل مشاريع اللي عملتها. أنا طول عمري موظفة، طول عمري بعمل مشاريع على جنب. أنا أحب بعمل كذا حاجة في نفس الوقت، ولحد النهارده دي مشكلتي. ما اعرفش اقول لحد بص انا بعمل حاجه حلوه وشاطره، مش عارفه مش عايز تيجي تساعدني في كذا، مش عايز تستثمر كذا، مش عايز. انا بعمل حاجه بحس ان انا كاني بعمل دعايه لنفسي او بتكلم حلو عن نفسي. وين المشكله انك تتكلمي حلو عن نفسك؟ فين المشكله؟ وين المشكله انك تتكلمي؟ ليه تكسف حاجه تكسف حاجه ثقافتنا يمكن. خلينا نعمل نعمل تحليل. ليش بتكسف انك تحكي شيء حلو عن نفسك؟ احنا ما عم نحكي عن التفاخر، في اسلوب انه الواحد يحكي عن نفسه، بس ليش بتكسف؟ بحس ان انا كاني بقول للناس انا شاطره، بصوا انا شاطره ازاي. انت شاطره. انت عم تفتحي مشروع وانت شاطره. انت مش عم بتقولي لهم انتم مش شاطرين، انت عم بتقولي انه انت عم تحكي عن مشروعك بنيه معينه. انت ما عم تحكي عن مشروعك بنيه انا شاطره، انت بتحكي بمشروعك بنيه هيدا هو الشيء اللي انا عم سويه. لو اي شيء من هالمنتجات او من هالخدمات انتم بحاجه لإلهم ممكن نشتغل مع بعض. ممكن هدول الاشخاص يعطوكي فكره او يخبروكي عن شخص يوصلوكي معه يعمل لك فرق بالبزنس اللي عندك. يعني هاي مشكلة كمان تاني. أنا حاسة عم بحكي كتير عن المشاكل، بس نحن بنتعلم أكتر من المشاكل. بس إحنا بنوقف بطريقنا قبل ما التحديات بتجي على الطريق. أنا ما بدي أحكي عن مشروعي لأنه الناس حيقولوا عني كذا وكذا. بدنا ننسى موضوع الناس وأحكام الناس، وإحنا نبعد شوي عن طريقنا، نعمل الاشياء اللي مش مريحة. خلينا نقول لما الاقي حاجة مش مريحة أعملها، أعصر على نفسي ليمونة. احنا بنقول كده لازم. ايه. والمشوار كله أصلا يعني مشوار ريادة الأعمال. لما تحسي حالك مرتاحة كتير عرفي إنه صار وقت إنك هيك تدعسي بنزين بعد أكتر. ودي مشكلة تانية على فكرة. أنا بشوف بنات وستات كتير شاطرين جدا وعندهم أفكار هايلة ويقدروا يعملوا حاجة، بس مرتاحين في الكومفورت زون. هي موظفة في شركة، مش بعيب في الوظيفة، أنا قعدت موظفة أكتر من 15 سنة. بس هي عندها حاجة أكبر من كده. في حاجات ممكن تعملها، بس هي في الكومفورت زون قوي، في الكومفورت زون قوي. انتي كنتي موظفة وتحولتي لرائدة أعمال ناجحة ما شاء الله. ايه هي التيرنينج بوينت، او امتى الواحدة تقول لا انا جاهزة اسيب الوظيفة واعمل حاجة بتاعتي، لو هي فعلا عايزة؟ لان في النهاية ريادة الاعمال مش لكل الناس. ايه كنت بمجال الاستثمار 15 سنة قبل ما اتحول لريادة الأعمال، وما كانت واردة فكرة ريادة الأعمال ببالي. وصلت لمرحلة إنه خلص ما كنت مبسوطة. يعني فعلا خلص تقيل علي روح على الشغل، وهيدا شغل والشركة نفسها أنا كنت معهم 15 سنة، يعني بحبها من قلبي وما كان عندي مشاكل. يعني كنت بوضع كتير جيد ممتاز يعني بالمكان اللي كنت أنا فيه، بس خلص ما عم تعطيني هالشعور بالفولفيلمنت، الرضا والسعادة والإكسايتمنت اللي أنا بحاجة له، واللي كلنا إحنا بحاجة له. يعني صحيح إنه الواحد بده يعمل فلوس وبده ينجح ماديا، بس إذا بتعملي شيء فعلا
ما عم يبسطك، عم يطفيكي بالضبط، ما حتقدري تستمري فيه لفترة كتير طويلة. هدول بيسموها بالإنجليزي diminishing returns، يعني قد ما يحطوا لي فلوس أكتر خلص ما السعادة المقابل هالفلوس الزيادة بعد نقطة معينة بتبطل تطلع، عرفتي؟ فأنا وصلت لمرحلة diminishing returns، صار خلص عرفت حالي إنه أنا هلأ بحاجة إنه أخذ ريسك، واللي بيوقفنا هو الخوف. ما أنا ما عم بقول إنه الواحد يمشي بخطوة مش مدروسة أكيد، بس أغلب الأوقات اللي بيوقفنا هو الخوف من إنه ينحكم علينا، الناس شو رح تقول، إنه نفشل، إنه فكرتنا ما تنجح، نخسر الاستقرار كمان. دي خطوة كبيرة قوي إنك تخسر الاستقرار المادي، حتى لو هو مش العائد بتاعه مش كبير بس مضمون. صحيح، بس إنه حتى الأماكن اللي ممكن يكون في عندك استقرار، يعني أنت تركتي شغلك، خلينا نقول عندك استقرار مادي، بتقرري إنه أنا حجرب هيدا الشيء، خلينا نقول سنة، تمام، ولو ما مش الحال برجع بلاقي وظيفة تانية. في ناس ما بيعملوا هيدا الشيء لأنه فعلا بتجي من الخوف، وكله بالنهاية ريسك. وأنا بقول إنه إذا واحد بده يفوت على مجال ريادة الأعمال لازم يعرف حاله كمان، هل هو فعلا حابب إنه يخوض هيدي التجربة ولا لا، لأنه النجاح بيجي بطرق كتير معينة بالحياة، بيجي عن طريق الوظيفة، بيجي عن طريق تكوني بالبيت وتربي أطفالك، بيجي عن طريق كتير طرق، مش بس ريادة الأعمال. فحلو إنه الواحد يكون هو عارف حاله شو هو الشيء اللي فعلا بيناسبه هو. طيب آخر حاجة، دلوقتي إحنا في وقت في تغييرات كتيرة قوي 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 بسبب ال AI. شايفة في مشاريع معينة هي دي البروميسنج قوي الفترة الجاية، مجالات معينة، industries معينة، services معينة شايفاها دي فيها أمل محتاجة تقولي للناس ركزوا فيها؟ قبل ما أجي لهون كنت عم بسمع بودكاست لأليكس هرموزي، أنا كتير بحب الكونتنت، المحتوى اللي بيحطه، وكان عم بيقول إنه ال AI أول شيء لو إحنا ما عم ندخل ال AI بطريقة ما لعملنا، بنكون مثل كأنه الواحد بأيام ما بدأت الإنترنت ما عم بيدخل الإنترنت على شغله. فهاي أول شيء، إنه إحنا كيف ممكن ندخل ال AI يساعدنا بكل شيء عم نسويه. بس إذا بنفكر فيها، اللي رح يعمله الذكاء الاصطناعي هو إنه رح يخلي الأشياء تصير أرخص وتنعمل بطريقة أسرع وتعطينا وقت أكتر إحنا كأشخاص. فشو هن الاشياء اللي بتضل موجودة لما الواحد يصير في عنده فلوس أكتر، خلينا نقول، أو تكلفة أقل ووقت أكتر. فكان عم يحكي عن مجالات، خلينا نقول الانترتينمنت أو الترفيه، كان عم يحكي عن مجالات الصحة. أنا بحس بصراحة أنه كل المجالات فيهن على حسب أنت كيف حتدخلي على هيدا المجال وشو هي المشكلة اللي أنت حتحليها، رح يكون فيهن مجال لأنه الواحد يطور فيهن، بس الطريقة وينجح فيهن بالأحرى. بس الطريقة اللي نحنا بنشتغل فيها اليوم لازم تكون كتير مختلفة عن الطريقة اللي كنا نعمل فيها بيزنس حتى من سنة من اليوم من وراء الذكاء الاصطناعي. وعشان أدخل AI، لأن دي كلمة بنسمعها في كل حتة، عشان أدخل AI الناس بتيجي تحس إنه ال AI ده مش ال language model اللي احنا بنقعد نتكلم معاه زي ChatGPT وجيميناي وكده. ال AI دي tools، ممكن تسأل language model استخدم tools ايه عشان بس الناس ما تتوهش مننا وهي بتتفرج. لو انتي مش عارفة، عندك مشروع ومش عارفة ايه ال AI tools اللي محتاجاها او ايه اللي متوفر دلوقتي في عالم التكنولوجي ممكن يساعدها في مشروع، تسأل language model، صح؟ تسأل بالضبط. احنا حنرجع لموضوع، تسألهم، حنرجع لفكرة ال MVP. انت ما تفكري انه خلص شغلك كله AI وكله ذكاء اصطناعي وانت قاعدة البيت ما عم تعملي شيء. خلينا نبدأ خطوة بخطوة. خلينا نبدأ أول شيء. أنا حقلك نصيحة، شوفي انت بنهارك، اوكي، اعملي لفترة خلينا اقول 2 أو 3 أسابيع، كل يوم اكتبي كل شيء انت بتسويه بعملك،
كل شيء، كل تاسك، لوج كل حاجه. اكتبي كل شيء انت بتسويه، وبعد هال3 أسابيع شوفي شو هن الاشياء المكرره اللي بتسويها، وشوفي من هدول الاشياء كيف ممكن الاي اي يساعدك فيها. واسالي الاي اي، ما هو الاي اي هو المدرب الذكاء الاصطناعي الخاص فيكي. اساليه، هو بدي شوي شوي، خطوه بخطوه. ثانك يو. عشان الناس ساعات بتحتاج سبون فيدنج شويه، يعني ساعات بنعمل حلقات بيبقى فيها كلام كتير ملهم وبيشجع، بس قولي ايوه يعني ابدا منين؟ لا، ما انا مش هقدر اجي اقعد مع كل واحده لوحدها واعرف مشكلتها ايه بالظبط وامكانياتها ومهاراتها ومشروعها عشان اديها النصيحه المناسبه ليها. بس احنا بنحاول نخلي الناس تفكر يعني وتبسط الامور. بالظبط. ما نبدا من الخطوه 100، نبدا من الخطوه نمبر 1. انا دايما بقول اول حاجتين محتاجين نعملهم عشان نبدا اي حاجه. اول حاجه اؤمن بنفسي، صح. انا اقدر اعمل حاجه. تاني حاجه ابدا باي شكل كان، صحيح. باي امكانيات كان، صحيح 100%. ثانك يو غزلان. شكرا عليا. ثانك يو على استضافتي. ثانك يو سو ماتش. اتبسطت جدا، استمتعت جدا. I'm very happy you're here، ويا رب تكوني اتبسطتي انتي كمان كتير. شكرا. ثانك يو. ثانك يو. هستنى تقولوا لنا الفيدباك بتاعكم ايه عن الحلقه دي، وتقولوا لنا عايزين نتكلم في ايه في الحلقات الجايه. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب على تشانل عليا خفاجة على يوتيوب، وتعملوا فولو لفيميل فورمولا على كل منصات البودكاست.